السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم قناه كوكتاب، وراح نبدا معكم ان شاء الله اول حلويات عيد الاضحى المبارك معمول الغرس. واللي ما يحبش الغرس يقدر يستبدلوه بكاوكاو اللوز اللي يكون متوفر في الدار. على بالي الوصفه راح تعجبكم وتقطع لكم كميات كبيره، وهذه حلوى اقتصاديه وخفيفه ظريف توجدوها. ونبدا معكم بسم الله بالمقادير. انا هنا عندي 600 غرام مارغرين طريه، وندير لها 6 مغارف كبار تاع سكر غلاس كما راكم تشوفوا راهم معمرين مليح. وهذه الحلوى راه على بالي بلي راح تعجبكم، هي خرج خفيفه ظريفه. انا درت 600 غرام لاخاطش كانت عندي مرصو تاع 100 غرام وحده، هيا زدتو معاها. عندي مغرفه نص تاع لافاني وقرصه ملح وحطيتهم يتخلطوا. هنا الباتور تاعي راه خارج كونجي المهم خلطوها بالباتور ولا بيدكم كيف خلطها. يوم بعد كتاني ندير درت حبه بيض وزوج صفار بيض، واللي يحبها تكون هشيشه بزاف يدير 4 صفار بيض. وهنا عندي 6 مغارف كبار تاع نشا وخلطتها الفارينه نلمو بها نطموها بالفارينه. ما صراحه ما وزنتش الفارينه شحال، راح تاكل لكم ابيبري واحد الكيلو فارينه. هنا تخلوها طريه مليح، ومن بعد كتغطوها ونخلوها تريح، خلوها تريح واحد نص ساعه هكاك. وهنا نروحو نوجدو لافارس. عندي كيلو تاع غرس شريتو هكا منقي، زوج مغارف من الاحسن ديروهم كبار تاع الجلجلان محمص، ونص مغرفه تاع قرفه، ومغرفه كبيره تاع الزبده، ونديرو شويه تاع مزهر. اذا كان الغرس تاعكم يابس عجنوه مليح، زيدولو عجنوه وزيدولو المزهر ميمطون. انا الغرس تاعي هنا كان طري سما زدتلو غير شويه وخرج لي طري الله الله. ونروحو نوزنوهم. العجينه وزنتها 20 غرام باش تجيكم سوا قد المول، والغرس وزنتو 8 غرامات. وكملوا وزنوهم كومبلي، العجينه كامله والغرس كامل. من بعد ندخلو هكايا كيما راكم تشوفوا ونحطوها كامل. والصراحه هنايا كي درت الساشي ما عجبتنيش الرسمه تاع الشكل تاع القلب، ما عجبنيش، ما خرجتش بسكم. وهنا كي درت بلا ساشي. وهنا عندي واللي ما عندهمش الطابع هذاك تاع القلب تاع المعمول سبيسيال، عندي هذا الطابع تاع المقروط درت به المعمول عادي، ويجي شباب فانيك في الشكل تاعو. من بعد تشوفوها هاي ليكم الشكل، ويقعد محافظ على الشكل تاعو. خدمت معاكم الحبة الزوجة باش تشوفوا. هنا ضغطوا مليح مليح باش يخرج لكم الشكل سوى مسكب. وهنا بعد ما خدمت هنا اللي وريت لكم بلي مانيش حندير بالساشي، خدمته هكا درت له شويه فارينه ونفض الزايد. هنا سقمت الحبه تاعي مليح وراني خبط حتى خرجت. هنا صراحه درت هكا بهذه الطريقه، خدت الطريقه تاع الساشي ما خرجتليش الشكل مليح. كملت الحبات تاوعي وطيبوهم على 180 درجه، تكونوا مسخنين الفرن من قبل، وطيبوهم مليح من تحت، حمروهم هكا ديروا لهم تحميره، ومن الفوق خليوهم هكا صفوره كما راكم تشوفوا. ودرت لهم سكر غلاس من الفوق. وهذا هي الحلوه تاعنا النهار اليوم. نتمنى تكون عجبتكم، وما تنساوش الاشتراك والجيم لدعم القناه، ونتلاقاو في الوصفه القادمه. والسلام.